افتح نتفليكس بسرعه. مقطع. يا سلام، يعني لو ما كانتش مقاطعة كنت هتفتحه عادي؟ لا ده انا مريحه بس. والله. طب ماشي. لا مقصوص، ده انا باخده بس على الدعم. يا سلام، يعني هي بقت كده؟ لا ما اقدرش، ده انا بس ببعد الشبهات عنك. نهايته. شنيت لحد النهارده ولا ايه؟ لا رجلي وجعاني والله، مش قادر خالص. ولو مش وجعاك؟ لا مش هعمل كده طبعا. ده انت بتخاف من الدم بقى. لابس تيشيرت ابيض. ولو اسود؟ لا عمري ما اعمل كده طبعا. شفت بقى انك عمرك ما هتبقى ناشف. لا يا عم عيب عليك، ده انا بنام في الضلمه. تقول ايه بس؟ وايه علاقة الضلمة بقى باللي هو قاله؟ لا مفيش اي علاقه. طب كويس انك عارف. اقصى عليك. ضيعت شرف العيله. لا انا مهندس. اه، ده انت بتتكبر بسلطتك بقى. لا انا بعرف على نفسي بس مش اكتر. طب بقول لك ايه، تيجي ننتحر؟ يلا بينا. نعم؟ لا اكيد انت اتغيرت. لا ما اتغيرتش، انا اهو زي ما أنا. مفيش حاجه. ايه الواد ده اثر عليك؟ ما اثرتش عليه، بس انت اللي فسدته. يا سلام. انا برضه بتاع القيم والاخلاق. مالها بقى القيم والاخلاق؟ على الاقل الناس بتحترمني. وانا الناس بتهبني. لا انت الناس بتتقي شرك. بقول لك ايه، انت اصلا عيل خيره وهتضيعه. لا انت اللي شيطان وبتسوحه. بس انت عايز ايه دلوقتي؟ عايز بيتزا. وانت؟ عايز اعمل دايت. خلاص، نجيب بيتزا بالخضار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة 1977 في الحرم الجامعي في جامعة ولاية أوهايو في الولايات المتحدة، شخص اسمه بيلي ميليجان هيخطف وهيتعدى على 3 بنات، وبالفعل هيتم القبض عليه. لكن خلال التحقيقات وأول ما هيتم توجيه التهم دي لبيلي، هتحصل حاجة غريبة جدا. بيلي هيبدأ ينكر انه ارتكب الجرائم دي، وهيتم شخصين تانيين ان هم اللي عملوا الحوار ده. بيلي هيقول ان راجل هو اللي سرق الفلوس وأدلانا هي اللي اغتصبت البنات. كابتن، هو بيولوجيا الكلام ده مستحيل، وده صديق المشاهد اللي خلى فريق المحققين يستعينوا بالطب النفسي عشان الكلام اللي بيتقال ده مش طبيعي. وبالفعل الفريق الطب هيبدأ يسمع من بيلي، وخرج بتقييمات صدمت الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. التقييمات الأولية بتقول ان بيلي جواه 8 اشخاص، وهنا في الحالات اللي بتبقى زي دي القانون بيقف عاجز. واحد زي بيلي ده جواه 8 شخصيات غير شخصيته الاساسيه، منهم 2 اغتصبوا وسرقوا 3 بنات. انا كقانون هحاسب مين فيهم؟ تستمر التحقيقات لحد سنه 78، والقضيه بقت قضيه راي عام، وفي محاكمه تاريخيه هتقرر المحكمه لاول مره في تاريخها ان هي تبرأ متهم باللي سموه جنون وقتها. وده لان هم اصلا وقتها ما كانش عندهم معرفه كافيه عشان يعرفوا ايه المرض اللي عند المتهم زي ما هنشوف دلوقتي. ده غير ان كمان في 9 اطباء ما يعرفوش بعض اشتغلوا على حاله بيلي، ففريق الادعاء نفسه ما قدرش ان هو يطعن في الحكم. الحقيقه قصه بيلي ما بداتش من وقت الجريمه لما كان عنده 22 سنه، لا ده قصه بيلي هتبدا في طفولته، اللي ادعى فيه ان زوج والدته تشالمر ميليجان كان بيعتدي عليه جنسيا وجسديا. لكن تشالمر فضل ينفي الادعاءات دي لحد ما مات، وطبعا ما توجهش ليه اي تهم لان ببساطه مفيش اي دليل على صحتها. بيلي هيكبر ب 10 شخصيات، واللي بالمناسبه فيما بعدين هيوصلوا 24 زي ما هنشوف دلوقتي. ما شاء الله ابو الكباتن ده هيخسر الدوله. هياخد تموين 24 ازازه زيت، 24 كيس سكر، 24 باكو شاي. زيت وسكر ايه اللي بتتكلم فيه؟ بقول لك الراجل مغتصب 3 بنات. المهم صديقي المشاهد، 8 سنين بعد تأبيد بيلي هيفضل يتنقل ما بين المصحات ومستشفيات، وفيما بعدين هيزور هوية باسم كريستوفر كار. وفي سنة 86 هيهرب من مستشفى مركز أوهايو للطب النفسي، وهيستقر في بلينجهام في واشنطن. ولكن بعد مدة بسيطة هيقبضوا عليه ويرجعوه المستشفى تاني. في سنة 88 طبيب نفسي هيطلب إخراج بيلي من المستشفى، لأنه على حسب الدعوة يعتبروا إن هو مش خطر على المجتمع. مش خطر إيه حضرتك؟ بيقول لك اغتصب 3 طالبات وهكل مال اليتيم. ما اعرفش صديق المشاهد الحقيقه، ولكن بالفعل بيلي هيخرج من المستشفى، واخته فيما بعدين هتشتري له عربيه متنقله هيعيش فيها بقيه حياته لحد 2014 لما مات بسبب معاناته مع مرض السرطان. بيلي قضى معظم حياته محشور في قلب القواضي دي، واللي كانت وقتها قلب الدنيا. تغطيه اعلاميه وافلام اتعملت عنه، وفحوصات ومستشفيات وروايات زي مثلا روايه ذا مايند اوف بيلي ميليجان. الا ان ضحايا بيلي اتهمشوا تماما، وده بسبب طبعا الراي العام اللي كان مهتم وقتها بقضيه بيلي اكتر حتى من معاناتهم هم. طب ما هو كده ابو الكباتن، اي حد هيرتكب جريمه ويقول ان هو مريض نفسيا هيتبرأ بمنتهى السهوله وتبقى ميغا بقى. معاك حق صديقي المشاهد، بس الاول احنا عايزين نعرف ايه المرض اللي كان بيعاني منه بيلي، وهل لو شخص بيعاني من نفس المرض وارتكب نفس الجريمه ممكن المحكمه تبرئه دلوقتي؟ الحقيقه صديقي المشاهد ان بيلي كان بيعاني من مرض اسمه DID او اضطراب الهويه التفاقمي.
واللي كان اسمه الاول اضطراب تعدد الشخصيات، وهو مرض عقلي المصاب بيه بيكون جواه شخصين او اكتر بيتحكموا فيه بالكامل. كل شخص منهم بيشوف العالم بصوره مختلفه، لدرجه انه كمان بيشوف نفسه في صوره مختلفه عن التاني. ايه ده يا كابتن؟ يعني انا ممكن يكون شعر اصفر وعيني زرقاء وانا ما اعرفش؟ صديقي انت واخد كادر لوحدك عشان احنا مش عارفين ندخلك معايا، دي لا يمكن تكون جنوب انسان، انت اكيد بلع عوامه. لا يا كابتن انا بضخم بس. كمل. المهم يا سيدي ان كل شخص بيبقى جواه شخص بهويه وسلوكيات مختلفه عن التاني تمام، بل وحتى كمان انماط تفكير وتعبيرات مختلفه عن التاني. ده كمان كل شخص منهم ممكن يكون ليه دوله مختلفه عن التاني. حقيقه يا صديقي المشاهد ان اللحظه اللي بتكون ما بين تحول شخص للتاني بتكون لحظه عجيبه جدا. في البدايه الشخص بيحس وكانه بيقع في فراغ، كأن ذاكرته بتنسحب منه ببطء، وفجاه بيتحول لشخص تاني تماما بنبره صوت مختلفه وبنظرات مش مألوفه، وكأنك قدام شخص جديد ما كانش موجود من لحظات بسيطه. تبقى نايم بالليل مدحت وتصحى الصبح ابو نواف وتقعد في السفاره السعوديه 4 ساعات تقنع الموظف ان انت سعودي. خليني اقول لك صديقي المشاهد ان اضطراب الهويه الفصاميه على نوعين. النوع الاول واللي اسمه البوزيشن او النوع الاستحواذي، ده الشخص فيه بيكون بيعاني من اعراض تشبه بالظبط اعراض تلبس الجن بالبشر. الشخص فيه بيحس كانه استحوذت عليه كائنات تانية ويبدا يتصرف بشكل غريب، بل وكمان صوته ممكن يتغير. عشان كده بعض المصابين بحاجات زي المس الشيطاني لما بيتعرضوا على مختصين او الشيوخ بيكتشفوا ان هم مجرد مرضى بالدي اي دي وما عندهمش مس ولا حاجه. ابو الكباتن الفار بدا يلعب في عيب. طيب خلينا نقف هنا في استراحه الوهله يا صديقي العزيز، ونقول ان المجتمع العلمي في الاساس هو مقتصر على فهم كل ما هو مادي، لكنه مستحيل يدرك اي شيء غير مادي، بالاخص لو هنتكلم عن كائنات اخرى عايشه معانا من طبيعتها المركزيه ان هي بتشوفك من حيث انت لا تستطيع ان تراها. العلم الطبيعي صديقي المشاهد رغم ما وصل له من تطورات الا انه الى يومك ده ما يعرفش الوعي ده عباره عن ايه، وده ببساطه لان الوعي شيء غير مرئي. عشان كده ببساطه العلم ما يقدرش يفهم حتى طبيعه الادراك ولا يقدر يختبره. طبعا صديق مشاهد انت هتسال دلوقتي وتقول ايه ده؟ معقول الادراك اللي هو اساس تكويننا العلم ما يعرفش عنه حاجه؟ لا صديقي المشاهد انا كمان هزيدك من الشعر بيت. العلم الى يومك هذا يقدر يدرس فعلا تاثير المشاعر على الدماغ، لكنه ابدا ما يقدرش يقيسها او حتى يحدد مكانها ككائنات مستقله. طبعا صديقي المشاهد انت دلوقتي زمانك بتقول الثوابت بتتدمر عندي، اقول لك صديق المشاهد فعلا انت معاك حق، خد دي كمان. العلم الطبيعي ما يقدرش ابدا يفهم حاجات زي القيم والاخلاق لانها ببساطه مش موضوع بحث، لانه يستحيل يقدر يحدد القيم المطلقه اللي موجوده جوانا كلنا. القيم اللي بتحدد الحاجات الصح من الحاجات الغلط بشكل فطري واللي بنتفق عليها كلنا، بالظبط كاننا كلنا نازلين متسطب على الويندوز بتاعنا ملف كامل اسمه الاخلاق، مفيش انسان بيختلف عليه. هديك مثال صديقي المشاهد، عندك مثلا فعل زي الاغتصاب، هل في انسان على وجه الارض يقدر يشوف ان الفعل ده مثلا فعل جيد او مثلا دي حاجه كويسه؟ لما شخص يغتصب واحده نعمل له مؤتمر ونسلمه جايزه؟ عشان كده الشخص مهما كانت هويته او عرقه فهو مش هيختلف ابدا مع اي حد على ان القتل او الاغتصاب افعال غير اخلاقيه. ده بكل وضوح سببه الرئيسي اننا كلنا نازلين حرفيا نتسطب على فطرتنا نسخه موحده من القيم والاخلاق اللي ما بنختلفش عليها، رغم اننا ممكن نكون مختلفين في كل شيء تاني، الا برضو ان ممكن القيم دي تختفي لو الشخص نفسه فطرته انتكست. صحيح يا كابتن، انسان زي البني ادم لو مات يتوفى. يخرب بيت افات عمرو عبد الجليل دي. ممكن بعد اذنك ما تقاطعنيش تاني وتسيبنا اكمل بعد اذنك؟ طب وعدني بحلقه عن الاخلاق والعلم وانا هسكت، حاضر. وحلقه عن الوعي والادراك، حاضر. وحلقه عن خلاص بقى يا عم، تعالى انت صور مكاني، تعالى انا قايم، انا رايح لصديقي المشاهد. المهم يا سيدي ان من الوارد جدا ان الشخص تظهر عليه اعراض المس الشيطاني ويطلع مجرد مريض باضطراب الهويه الفصاميه، وشخص تاني تظهر عليه نفس الاعراض ويكون مصاب بمس حقيقي. ده مرض وده مرض ومحدش يقدر ينكر وجودهم. خلينا نرجع بقى تاني لموضوعنا. عندنا بقى نوع تاني من اضطراب الهويه الفصاميه، النون بوزيشن او النوع الغير استحواذي، وده يا سيدي اللي كان عند بيلي، اللي الشخص فيه بيكون جواه شخصيات مختلفه وممكن تطلع في مواقف مختلفه. كل شخصيه من دول بيكون ليها سلوك مختلف تماما عن التاني، بس الشخص بيبقى حاسس ان هي جزء منه. الحقيقه ان في دراسه احصائيه اتعملت كده على الضيق عشان يعرفوا عدد الاشخاص اللي بيصابوا بالمرض ده، لقت ان 1.5% من الناس بيصابوا بالمرض ده، وخد بالك ان دي نسبه قليله جدا، ولكن برضه في النهايه الدراسه الاحصائيه مهما كانت دقتها فهي برضو بتقدم ارقام تقريبيه مش اساسيه. من الوارد جدا ان الرقم ده يكون اكبر من كده بكتير. في الواقع ان اضطراب الهويه الفصاميه هو وسيله المخ بيعملها عشان يفصلك عن المشاعر السلبيه اللي بتواجهك في حياتك، وبالاخص في الطفوله. الطفل اللي عانى من صدمات او تجارب كانت صعبه عليه هو ما قدرش يتعامل معاها، او حتى اساءات زي الاعتداءات الجنسيه او الجسديه او حتى الحروب والحوادث، هو اكتر عرضه للاصابه بالانفصام. المخ بيحاول يعمل اي حاجه عشان ينحاك من الواقع بتاعك، فيشغل مخه عليك ويفصلك عن
عن نفسك تماما، يفقدك ذاكرتك اصلا، وبعدين يصنع لك شخصيه وهميه بديله تقدر تتعامل مع الظروف اللي حضرتك مش عارف تتعامل معاها. الحقيقه ان المرض ده عميق لدرجه ان هو في الغالب مش بيتم تشخيصه بسهوله، بل وما بيتمش الكشف عنه غير بعد البلوغ، رغم ان الاعراض بتظهر على الطفل من وهو عنده 5 سنين. بل الطفل ممكن يتعرض على طبيب عنده خبره عاليه جدا لكن ما يقدرش ان هو يكتشف المرض بسهوله، وكمان ممكن يشخصه اصلا تشخيص غلط زي ال ADHD، وده بسبب ان الاضطراب نفسه نادر جدا. ودلوقتي يا صديقي المشاهد وصلنا للسؤال الاهم. بيلي ميليجان اللي حكينا قصته في اول الحلقه، ماذا لو موجود دلوقتي معانا في 2025؟ هل كان فريق الدفاع بتاعه هينجح ان هو يبرئه؟ هل المحكمه كانت هتعتبره فعلا شخص مختل؟ على حسب المراجع فالاجابه هي لا، وده لان معظم مرتكبين جرائم العنف مش مختلين عقليا. والسؤال المفصلي في القضايا اللي زي دي اصبح هو لو كان الشخص ده مريض نفسي او مريض عقلي، هل في علاقه ما بين الجريمه بتاعته وما بين المرض؟ يعني هل مرضه بيدفعه لارتكاب الجريمه بتاعته ولا ملوش علاقه؟ هل فقد عقله تماما زي المجانين ولا هو شخص سليم؟ وعلى حسب المختصين برضه فالاجابه في الغالب بتكون لا، مفيش اصلا علاقه ما بين الاثنين. ولو هنفترض ان بيلي فعلا كان شخص مريض جنائيا عشان يعتبر مريض عقلي، لازم الجريمه اللي هو ارتكبها تكون ليها علاقه بمرضه، يبقى مرضه هو السبب فيها. والحقيقه انا مش فاهم ايه المرض العقلي اللي ممكن يخلي شخص يغتصب 3 طلاب. لازم يبقى فيه صله مباشره ما بين الاعراض اللي عند الشخص والجريمه اللي هو ارتكبها، والا فعلا صديقي المشاهد هتبقى ميغي، زي ما حصل مع شخص اسمه توم بوني اللي في سنه 87 ضرب 27 طلقه على بنته، وادعى برضه ان هو مريض باضطراب الهويه الفصاميه وهو لا مريض ولا حاجه. دي بقت كوسه ابو الكبات. ده بعدها شخص تاني اسمه بيانكي قدر يقنع 4 اخصائيين في الصحه النفسيه بان بديله ستيف ووكر هو اللي ارتكب جرائم القتل بتاعته، بس لسوء حظه كان في طبيب شاطر جدا قفشه، معرفش امه داعي عليه ولا ايه، وفي النهايه اعترف ان هو لا كان مريض ولا نيله، وبسبب الاعتراف ده العقوبه اتخففت. الحقيقه ان اضطراب الهويه الفصاميه هو مرض ممكن يتم ادعائه من اي شخص مجرم، لكن فعلا الاشخاص المصابين بيه من الوارد جدا ان هم يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي. في النهايه صديقي العزيز لازم تبقى عارف ان على حسب دراسه احصائيه عملتها انا و2 صحابي، انك لو ما عملتش شير ولايك وسبسكرايب فانت معرض جدا ان انت تصاب بالدي اي دي، ولو لا قدر الله ما نزلتش صندوق الوصف تشوف المراجع اللي انا سايبها لك فالحلقه هتزداد سوء. ولو ما سبتش رايك في تعليق وقلت لي حابب نتكلم عن ايه في الحلقه الجايه فانت كده اتاخرت قوي على ميعاد جلسه الكهرباء. الحق بقى بسرعه قبل ما تتكهرب. باي.